كلامنا النهارده عن سيدة قالت لرسول الله: والله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. واللي مش عارف احنا بنعمل ايه، فاحنا بنتكلم عن سيدات بيت النبوة كل يوم الساعة 5. ولو أول مرة تشوفنا، شوف الحلقات اللي فاتت، اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان تكون فاهم احنا ماشيين ازاي بالظبط. الايام كانت بتعدي تقيله جدا على سيدنا محمد بعد وفاه السيده خديجه. الصحابه كان نفسهم ان النبي يتزوج عشان يلاقي حد يونسه، لكن محدش منهم تجرأ وطلب ده. لكن جاءته خوله واقترحت عليه انه يتجوز، فسيدنا محمد سكت شويه وبعدين سالها يتجوز مين. قالت له عائشه بنت ابي بكر. فسيدنا محمد ما قدرش يرفض. هيرفض بنت ابي بكر صديقه وملاذه واول من امن به من الرجال؟ لكن برضه في مشكله، ان السيده عائشه لسه صغيره. فهي قالت له ايه؟ ان هو يروح يخطبها دلوقتي لحد ما تنضج، واول لما تنضج يتجوزها. لكن برضه فضلت المشكله هي مين اللي هيشوف احوال البيت وهيهتم ببنات النبي؟ عشان تقول له خوله ان هي في الحياه جت وهي في دماغها اتنين: اولى عائشه بنت ابي بكر، وسوده بنت زمعه العامريه، وامها كانت من بني النجار. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذن ليها في ان هي تخطب له. راحت الاول لبيت ابو بكر ومن بعده لبيت سوده. رحبت جدا سوده بالخبر وكمان ابوها، وتم الزواج. وقتها السيدة عائشة كان عندها 6 سنين بس. الناس كلها استغربت ان سيدنا محمد هيتجوز أرملة مسنة تخلف خديجة سيدة نساء قريش، لكن لا سودة ولا غيرها هتقدر تاخد مكان خديجة في قلب النبي. ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز سودة عشان يجبر بخاطرها، وعزاء لها لزوجها السكران بن عمرو العامري اللي هاجر للحبشة وتوفى هناك. ولما بصت سودة لخديجة الزوجة الأولى وعائشة العروس المنتظرة، أدركت بتجربة سنها إن بينها وبين قلب النبي حاجز لا حيلة لها فيه، وعرفت إن حظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بر ورحمة مش حب وتآلف. لكن كان كفاية ليها إن سيدنا محمد رفعها للمكانة دي وجعل منها أما للمؤمنين، وكانت راضية تماما ان هي تاخد المكانة دي في بيت الرسول وانها تخدم بناته. وكانت بتفرح جدا لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك لمشيتها وانه مؤنس لروحها. وكانت سودة بتقوم على خدمة بيت النبي لحد ما جت عائشة، فوسعت لها الطريق وخلت كل جهدها انها ترضي العروس الشابة وتسهر على راحتها. حتى بعد ما جه للبيت زوجات تانيين كانت بتحب عائشة اكتر واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليها من الحرمان العاطفي وكره ليها شعور إنها مش زي التانيين، فحاول على قد ما يقدر إنه يفتح قلبه ليها، لكنه معرفش. كان اللي يقدر يعمله إنه يعدل بينها وبين النساء التانيين من مبيت ونفقة، وفكر إنه يطلقها عشان يعفيها من الوضع ده، لأنه حس إنه بيظلمها وبيجرح قلبها. ففزعت لما سمعت إن هو عايز يطلقها، وقالت جملتها الشهيرة اللي قلناها في أول الفيديو، وإنها تحب إن يوم القيامة تبعث زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلت زعلانة إنها تحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكره، واتضايقت من نفسها إنها مش راضية تستجيب لرغبته، وراحت تقول له في قهر واستحياء: سرحني يا رسول الله. لكن الكلمات وقفت في زورها وطال عذابها، وسيدنا محمد بينظر لها صامت في شفقة وتأثر. قالت له في هدوء: قني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة عشان تعيش في بيت الرسول لحد ما لحق بربه. وفي كتب بتقول إنها توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب. وفضلت السيدة عائشة بتذكر ليها صنعها وشالت لها الجميل بوفاء. وكده تكون خلصت قصتنا مع السيدة سودة العامرية، عشان نروح بكرة الساعة 5 لقصة جديدة مع زوجة من زوجات النبي.